واحد القاعده اللي خايبه وكاينه في لا بليبار ديال الناس، كتكون كتاكل وهز التليفون كتبقى تسكرولي في الفيديوهات. قول لي حتى هادي راه ما كايناش. خصك تعرف بلي راه هاد التليفون هذا اللي كتحطو في اي بلاصه، كتحطو في جيبك، كتدخلو معاك للطواليت، راه فيه الغرق ديال الجراثيم اللي خطيره مثل الشغيش كولي اللي كتسبب في تسمم غذائي ومشاكل وامراض الجهاز التنفسي. راه فاش كتاكل وهاز التليفون ديالك، سواء كنتي كتسكرولي في الفيديوهات كتفرج او لا كتهضر مع شي واحد ابيل، راه كاع هاد الجراثيم اللي دايرين بهذا التليفون غادي تكون دوزتيهم للجهاز الهضمي ديالك. وكاينه حاجه اللي اخطر من هذا الشيء اللي قلت، فاش كتكون كتاكل وهاز التليفون كتبقى تسكرولي في الفيديوهات وكتفرج، كيكون عندك المشكل ديال الاوفر ايتين، كتبقى تقصي بزاف كتاكل، وبطبيعه الحال العقل ديالك كيكون مشتت، ما عارفش واش انه يركز في الماكله او لا يركز في التليفون. وحيت الدماغ ديالك كيكون مشتت كتقلل الكفاءه ديال عمليه الهضم، ما كيبقاش الهضم ديالك طبيعي. داكشي علاش كيكونوا عندك مشاكل مثل الانتفاخ وغازات البطن، الم وحرقه المعده، عسر الهضم. وقت الماكله راه وقت الماكله، وخصني نركز في الماكله. كيف ما كتصلي وكتخشى باش انك تغذي الروح، خاصك تركز في الماكله باش تغذي الجسد ديالك. قول لي في لي كومونتير واش انت من داك النوع اللي كيبقى كياكل وهاز التليفون ديالو معاه. وما تنساش خلي قلب ودير فولو ان شاء الله باش توصل بالمزيد من الفيديوهات.